عارفين ايه اصعب حاجة في بهدلة المطبخ دي؟ مش المواعين ولا التعب، لا، هو الاحساس بالذنب. ساعات بنهار وبحس ان فاشلة بمجرد ان المطبخ رايح في داهية زي ما شفته في اول الفيديو. بس النهاردة قررت اتصالح مع نفسي واتصالح مع كوني بشر واقوم انضف بحب وافرح بكل طبق بيتغسل وكأنه انجاز. وفي الاخر احنا كلنا بشر، دي حياتنا، عندنا عيال مسؤولين منا. طالما البيت متبهدل كده معناه انه في روح وفي حياة، في طفلة بتلعب وفي ام بتبذل كل مجهودها في اهم رسالة في الدنيا. بدأت انظف واعمل اكل مش عشان لازم، عشان انا استاهل اقعد في مكان نظيف وهادي. كل طبق خلص كان بيشيل معاه شوية الضغط اللي كان على اعصابي. عملت البنوتي الكاست بتاعها عشان تنام بعد يوم طويل، وكنا الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر على كل النعم اللي لينا في حياتنا. خلصت بقية المطبخ ونظفت، والمعطر ريحته ملت المكان، والدنيا بقت تمام التمام الحمد لله. كوباية القهوة دي في المطبخ وهو نظيف مش مجرد مشروب، دي طبطبة على قلبي. يا رب الفيديو ده يكون تشجيع لكل أم حاسة إنها لوحدها أو إنها مقصرة. انت بطلة بجد، ومطبخك البسيط بكل تفاصيله هو أحلى حاجة في الدنيا. قوليلي بقى، امتى كانت آخر مرة حسيتي فيها إن انت محتاجة تطبطبي على نفسك؟